النبي صلى الله عليه وسلم عنده 80 على رأسهم أبو هريرة، وأبو هريرة من اليمن، الدوسي اليمني، أسلم ودخل مع أصحاب الصفة 80. كل هؤلاء تمر عليهم الثلاثة الأيام ما يجدون أكل، ما حد منهم سمعنا عمل مسيرة ضد النبي وقال يا تأكلنا وتشربنا ولا برع من توربوتك، ما سمعنا. لكن نشوف الفرق بين سلوكنا بالطبع مع بعضنا البعض ومع نبينا الذي يعلمنا كيف نتعامل عند الشدة وكيف نتعامل عند الرخاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد كل يوم وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع. قال ويكشف الصحابة عن حجر فيكشف النبي عن 3. ما هو لأنه فقير، لا أحد منكم يظن النبي فقير أو أن المجتمع حقير، أنه ما عندهم موارد، هي مجرد دعوة. يقول الله تعالى يا جبل كن ذهب وقد كان ذهب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الغرض، نحن نريد رجال وشعوب عندها إيمان ليست عندها أموال. الأموال موجودة في العالم الغربي والشرقي تسخر للحروب، وتروها الآن في غزة وتروها في الشام وتروها سخرت الأموال للأسلحة لأجل تحرق الشعوب. لما كان الإيمان هو البديل، كان الإيمان هو قادر على أن يوجد الإنسان الذي لا يبيع ولا يشتري في دينه ولا في ضميره. وخذوا لكم أمثلة من داخل المساجد التي ربى النبي فيها ذلك الجيل المبارك. دخل سيدنا عمر إلى مسجد المدينة وأبو هريرة نائم على الأرض من كثرة الجوع، غير قادر على أن يجلس من الضعف الذي فيه. فيقول يا عمر ما تفسير قول الله تعالى كذا وكذا؟ يسأله على آية، يقول لك لعله إذا سألت على الآية ينظر فيه فيعرف حالتي. ففسر له الآية وهو يعرف تفسيرها وذهب. جاء سيدنا أبو بكر نفس الحالة، قال فجاء سيدنا رسول الله ورأى أبو هريرة وعرف حاله، قال لكم يا أبا هريرة. فقام أبو هريرة، هذا مثال أضربه لكم في مجتمع الصحابة ومجتمع النبوة الذي نحن الآن نتشرف به. نحن الآن ما نتشرف بشيء، بالله عليكم دوروا في العالم بين نتشرف. نتشرف بالحالة اللي احنا فيها في مصر ولا في سوريا ولا في الصومال ولا في اليمن ولا في أي بلد؟ هذه حالة غير مشرفة، هذه حالة محزنة. أما اللي نحن الآن نتشرف به كيف النبي كان يعيش مع فقراء الأمة، وكيف كان الله يجري آيات لسلامة الإيمان، ولأن إيمانهم ليس في عيونهم ولا في بطونهم، كان إيمانهم في عقولهم النيرة. فقال قم معي يا أبا هريرة. أبو هريرة فرح بكلام النبي، وصل النبي إلى بيت عائشة. يا عائشة هل عندكم شيء؟ لأن يعرف النبي أن ما عنده ميزانية للبيت. قالت أحد الجيران جاء بهذا اللبن، جاءوا بلبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ قال وهذا هو الكعب الإناء. وضعه النبي. قال يا أبا هر؟ قال نعم يا رسول الله، وهو متوقع أن يقول له شرب. قالوا يا أبا هر اذهب فادع أهل الصفة، ادعى الجماعة كلهم 80. خرج أبو هريرة وهو يقول لا بد من سماع كلام رسول الله. هذه المجموعة اللي تربت في ذيك الأيام في المساجد وتخرجت من المساجد، فذهب ودعا أهل الصفة فجاء بهم. قال له النبي يا أبا هر اسقهم. عادوا قال له أنت الآن خذ لك نصيب من التعب واسقهم اللبن الذي أنت تريد أن تشربه. فبدأ وقال بسم الله، فشرب الأول والثاني والثالث والعاشر والعشرين والثلاثين، وكل ما شرب أحد نظر في الحليب في اللبن عاد شباقي ولا شربوه. هذا كلنا نعرف هذا الكلام، كل هذا تقديرنا وتفكيرنا. لو واحد جاي يقسم علينا من إناء ولا من دونية ولا من هذا، وكل ما سكب ورأى الناس كثير يقول لك ما عاد يخلينا شيء. وهذا الكلام اللي تعيشوه كلكم، لأن سر النبوة الآن فقد. فهل نستطيع نعيده؟ نعم. ما يضيع سر النبوة من أمة تحب النبي محمد، وخاصة أنتم أهل اليمن. لكن اعرفوا الطريق، إذا عرفتوا الطريق بابكم مفتوح. قال الإيمان يمان، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان.
لكن نحن لوثناها بالمتغيرات، لوثناها بما ترون في حياتنا، ويدفع بنا ابليس كل يوم يحقنا بحقنا، كل يوم بحقنا، كل يوم بحقنا، لما خلانا اشبه بالشياطين. ابو هريره سكت 80، قالوا اجلس يا ابا هريره واشرب. جلس ابو هريره وشرب 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 وشرب. قالوا عادك اشرب. شرب حتى شبع. قالوا عادك اشرب يا ابا. قال يا رسول الله لا اجد له مسلكا. انقطع. وبعد هذا قال له النبي هات الباقي، اعطني الباقي، فاخذ النبي الباقي وشرب. شو انظروا الى شرف النبي اولا، شرب بعد هؤلاء كلهم، بينما الطب عندكم يقول ان هذا يسبب الجراثيم والامراض. النبي شرب من فضلات القوم كلها وهو اشرف القوم، لانه يعلم ان هؤلاء هو يربيهم، وانه ما في التربيه الاسلاميه جراثيم، وانما في التربيه الاسلاميه ادب وقيم وخلق ومحبه ورضا وتآنس وتآلف. هذا الذي دعا النبي إليه الأمة، فظهرت بركته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال، هذا مثال ضربناه لتربية أجيال واحدة، تربية أجيال واحدة، أن تعود المساجد لدورها. هذا كلام أقوله للجميع بمسمياتكم أجمعين، كلكم الموجودين في بلدنا بمسمياتكم من عند رأس الدولة لما عند أحدث حزب تكون أمس أو أول أمس. كل هذه التجمعات، ويشهد الله علينا بما نقول وسجلوها، كل هذه التجمعات على الصفة التي تتجمع عليها إن لم ترجع إلى بيوت الله وتعطي بيوت الله دافع القاسم المشترك في خدمة الأمة، يصعب علينا أن نعيد شرفنا الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرفنا الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المحبة، وهي إزالة البغضاء، وهي إزالة الحسد، وهي نورانية البيوت التي قال الله تعالى فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.